لو سألت أي حد فين مصنع أبل غالبا هيسكت شوية، لأن الإجابة مش بسيطة، والسبب إنك تقريبا مش هتلاقي مصنع واحد وتقول عليه إن الآيفون كله بيتصنع هنا. أبل بتصمم المنتج وتحدد كل تفاصيله وبتراجع الجودة بدقة شديدة جدا، لكن لما يجي وقت التصنيع تبدأ رحلة مختلفة تماما. في شركات متخصصة في الشاشات، وشركات تانية من أكبر موردين الكاميرات، وشركات تالتة وصلت لمستوى غير مسبوق في تصنيع الشرايح الإلكترونية. كل شركة بقت الأفضل تقريبا في جزء واحد، وأبل جمعت كل الأجزاء دي مع بعض. وده يمكن أغرب قرار أخدته الشركة. بدل ما تحاول تعمل كل حاجة بنفسها قررت تعتمد على أفضل واحد في كل حاجة، لكن القرار ده كان ليه تمن. كل ما عدد الشركاء بيزيد كل ما إدارة المنظومة تبقى أصعب، وأي تأخير صغير ممكن يأثر على ملايين الأجهزة. يعني النجاح نفسه بقى معتمد على آلاف الشركات إنها تشتغل كلها مع بعض بتناغم عشان يحققوا المطلوب، وهو إنهم يشتغلوا كشركة واحدة. لكن مين قدر يخلي كل الشركات دي تشتغل بنفس الدقة وتقريبا في نفس الوقت؟